انبهرت مجموعة مدنية من مدينتنا القنيطرة بالفحص والتنقيب والملاحظة والتجريب لجوانب عدة من مبادرات وبرامج التنمية داخل هذه المدينة. مجموعة العمل الجمعوي المدني في القنيطرة قامت بواحد المبادرة ديال تهيئ مذكرة ترافعية حول واقع ومسار التنمية في مدينة القنيطرة، وبذلات مجهود علمي باش هيئات واحد المذكرة علمية تحليلية تفصيلية حول هذا الواقع هذا، وبينات السلبية ديالو والضعف ديالو، وقدمت مقترحات من أجل تجاوزه، وقدمت واحد البيان ترافعي امام المؤسسات اللي منوط بها تسيير الشان العام، سواء كانت مؤسسات منتخبه او كانت مؤسسات ترابيه، وخاطبت كل مؤسسه على حده من اجل مراجعه التصاميم الخاصه بفلسفه التنميه داخل هذه المدينه. وهذا العمل اللي قمنا به تنقوم به بصفتنا مجتمع مدني ملتزمين بالقوانين الاساسيه ديال المملكه، وملتزمين بالتوصيات ديال الدستور ديال المملكه اللي كتنص على ضروره مشاركه المجتمع المدني. والهدف ديالنا من هذا العمل هو المساهمه الوطنيه الصادقه في تنميه جيده داخل مدينتنا، كما هو الحال في ربوع الوطن كله بصفة عامة اللي كتمشي فيه التنمية الحمد لله بشكل جيد، من أجل خلق مغرب الألفية الثالثة اللي تيقود التنمية فيها بحكمة وبجدية صاحب الجلالة نصره الله.